حدد جمهورك بدقة، ودي طبعا أهم نقطة في النقاط اللي خاصة بإنشاء الأكاديمية. يعني لما باجي أنشأ أكاديمية زي ما قلت لك، فهمت التعريف بتاعها واخترت الاستشارات الأسرية. الاستشارات الأسرية بتقول إن عميلك هو الزوج والزوجة. طيب تربية الأطفال بتقول إن عميلك ولي الأمر. النزاعات الزوجية بتقول إن عميلك الزوج والزوجة. تحديد عميلك مهم جدا في بناء الأكاديمية، لأن العملية التسويقية اللي هنتكلم فيها دلوقتي كلها بتقوم حوالين مين هو عميلك اللي هنخاطبه، وهنخاطبه ازاي. هل خاطب الطفل أو ولي الأمر اللي عايز يعمل دورات تربية لأبنائه؟ هي نفس كلامنا مع ولي الزوج والزوجة اللي ما بينهم وبين بعض مشاكل. أكيد الموضوع مختلف خالص. فعشان كده حدد جمهورك بدقة وانت شغال. بلاش الجزء بتاع هساعد كل الناس وهساعد الأسرة كلها وعايز أعمل حاجات كتير. كل الكلام ده ممتاز وأنا فاهم ومقدر أهمية اللي انت بتقوله، ولكن اختار فئة معينة تقدر تفيدها علشان تقدر تخاطبها وتثق فيك. رقم 2 معانا في إنشاء خطوات أو خطوات إنشاء الأكاديمية بتاعتك هي حدد النتيجة. يعني ايه حدد النتيجة؟ يعني حدد المخرجات بتاعتك. العميل ما بيشتريش منك خدمة، العميل بيشتري منك نتيجة، فلازم تقدم له النتيجة بشكل واضح جدا. يعني لازم تقول له بعد ما هياخد الدورة الفلانية أو الكورس الفلاني، بعد ما يخلصه هيحصل على إيه، ولازم النتائج دي تكون مجربة بالنسبة لك علشان المصداقية والثقة. حتى كمان في الجزء اللي خاص بالاستشارات الأسرية، بلاش تقول أنا بقدم جلسات استشارات فقط. حاول تقول له فيما وراء الاستشارات، حاول تديله قصص وحكايات يكون فيها الكلام على بعد ما دخلوا مختلفين أو بعد ما حصل خلاف ما بين الزوج والزوجة ودخلوا الاستشارة خرجوا بإيه. علشان كده مهم إنك تحدد النتيجة للعميل.